مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الراية والمصال بهم وأبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس يوجه رسالة بمناسبة السنة الجديدة. إصابة 68 مواطن بفيروس كورونا اليوم. جهود ملحوظة لتطوير بساتين دماس. قتلى من الجيش السوري في هجوم لداعش ببادية الشولة. عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين من تايوان والصين تحتج. ووزير الدفاع الهندي: المفاوضات مع الصين لم تحرز. مرحبا بكم. رسالة فخامة الرئيس إسياس أفورقي بالسنة الجديدة. الشعب الإريتري المحترم في الداخل والمهجر، التهنئة للشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه بالسنة الجديدة التي نولجها بالانتقال من سنة 2020. إن سنة 2020 كانت سنة أزمة كبيرة في التاريخ الإنساني للتصادم العالمي والإقليمي المتراكم، يضاف إليه وباء كوفيد-19 الفتاك، وأظهرت لنا مؤشرات عن التحديات التي ستنتظرنا في سنة 2021 لمواجهتها بحكمة. لقد برزت بجلاء في عام 2020 قيم ووضوح الرؤية والمثابرة والصمود والتكافل والثقة بالذات التي مكنت الشعب الإريتري من التصدي للتحديات وتجاوزها في 80 سنة الماضية، ومما لا شك فيه مواصلته التصدي مع الاستعداد الأفضل للتنمية والتطور المستدام في عام 2021. مجددا سنة جديدة سعيدة وميلاد مجيد، المجد والعزة لشهدائنا، النصر للجماهير. مشاهدينا الأعزاء، سيجري فخامة الرئيس أفورقي مقابل بداية السنة الجديدة. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة عن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم الأحد 30 من ديسمبر في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في أقاليم الأبسط والقاش بركة وعنسبة، أظهرت إصابة 68 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت إصابات فيروس كورونا في 41 شخص في الإقليم الأبسط، ومنهم 38 في مراكز العزل وثلاثة في أقسام استقبال المرضى. وظهرت 26 إصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل في إقليم القاش بركة، وكانت 14 إصابة في مركز العزل بأديبرة، وخمسة في قردات، 4 في بارنتو، و2 في علي قدر، وواحدة في أم حجر. كما ظهرت إصابة واحدة بفيروس كورونا بقسم استقبال المرضى في كرن. في قدوم ذلك شفي 33 مواطن من فيروس كورونا بعد تلقي 22 الرعاية الصحية في إقليم القاش بركة، 11 في الإقليم الأوسط، وتوفى مصابان بفيروس كورونا. الأول يبلغ من العمر 55 عاما، كان يتلقى الرعاية الصحية في أسمرة، والثاني يبلغ من العمر 50 عاما، كان يتلقى الرعاية في تسني. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 1320 إصابة، شافية منها 676، ووفاة 3 مرضى بكورونا، ولا يزال 641 مريض كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 31 من ديسمبر 2020. أعلنت جمعية المتطوعين الطوعيين للدم في إقليم شمال البحر الأحمر أن أنشطة التوعية حققت نتائج جيدة لازدياد التبرع الطوعي بالدم. وقال ممثل الجمعية السيد محمد جعفر لوكالة إيرنا إن الجمعية تنشط حاليا بفعالية في 4 مديريات، وبدأت بالتحرك في المديريات الأخرى. وأوضح أعضاء الجمعية أن الهدف من تبرعاتهم بالدم هو إنقاذ الحياة والحد من الوفيات بسبب نقص الدم.
كما ذكروا أن أنشطة التوعية التي تقوم بها الجمعية رسخت الوعي في أوساط الشعب ونمت من محتوى بنك الدم. ووسعت جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر أنشطتها التي كانت مقتصرة في مصوع فقط إلى مديريات جندع وفعبت ونقفة. وقد تم جمع حوالي 1000 كيس دم عام 2020 في مديريتي مصوع وجندع من أعضاء الجمعية. وفي خبر مماثل قال سكرتير جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم القاش بركة الأستاذ تسفاي تكي أن أنشطة التوعية الجارية للتبرع بالدم لإنقاذ الحياة عامة وتقديم بديل لنزيف الدم أثناء الولادة خاصة أدت إلى زيادة التبرع الطوعي بالدم. وأوضح الأستاذ تسفاي تكي في مناسبة تبرع أعضاء إدارة إقليم القاش بركة بالدم في مدينة بارنتو، أوضح تقليل مصاعب النقص في الدم في المؤسسات الصحية نسبة لزيادة التبرع بالدم، مشيرا إلى أن استمرار طلبات الدم يستدعي الاستمرار في التبرع به. من جانبه أوضح المتبرعون بالدم أن التبرع بالدم يسهم التعرف على الأوضاع الصحية إلى جانب أهميته لإنقاذ الحياة بالدم الذي يعوض. يقوم أصحاب البساتين في ضاحية دماس بمدينة جندع بجهود لرفع الإنتاج واستقرار الأسواق في محيطهم. وأوضح المزارعون أن منتجاتهم من الخضر والفاكهة تقدم إلى أسواق الضاحية والإقليم وتصل إلى أسمرة، مشيرين إلى أنهم يعملون جاهدين للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج. وذكر المزارعون بأن السيول أحدثت أضرارا كبيرة على الأراضي والبنى التحتية والمعدات الزراعية، مطالبين الجهات المختصة لتقديم الدعم الآلي للحواجز المائية. وأشاد المزارعون بمساهمة خبراء الزراعة لمكافحة الجراد وناشدوا الاهتمام للسيطرة على الآفات التي تظهر على الفواكه. كما أشاروا إلى التجارب الجارية لتنمية النخيل داعين استمرار دعم وزارة الزراعة. مشاهدينا الفاضل، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي ارتفعت حصيلة قتل الجيش السوري جراء استهداف حافلة عسكرية على طريق حمص دير الزور، حيث أحصى المرصد السوري 37 قتيلا في حصيلة أولية بينهم 8 ضباط برتب مختلفة. وأوردت وكالة الأنباء السورية مقتل 25 مواطنا وإصابة 13 آخرين بجروح جراء هجوم إرهابي على حافلتهم في منطقة كباجب على طريق بين دير الزور وتدمر. ويعد هذا الهجوم لتنظيم داعش هو الأكبر خلال هذا العام في عدد الخسائر البشرية في صفوف الجيش السوري. ورصد المرصد السوري كمينا محكما لعناصر تنظيم داعش استهدف 3 حافلات تقل عناصر من المسلحين الموالين للجيش السوري والفرقة الرابعة في بادية الشولة على طريق حمص دير الزور، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. أبحر سفينتان حربيتان أمريكيتان عبر مضيق تايوان، مما أثار احتجاج الصين، وذلك في ثاني عبور من نوعه هذا الشهر. وفي تحرك يأتي بعد أسبوعين تقريبا من استخدام مجموعة قتالية صينية تقودها حاملة طائرات نفس الممر المائي. وقدمت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها من تكثيف الدعم الأمريكي للجزيرة، والذي يشمل مبيعات أسلحة وتسيير سفن حربية عبر منطقة تايوان، وهو ما يزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين. وقالت البحرية الأمريكية إن المدمرتين جون ماكين وكيرتس ويلبر اللتين تحملان صواريخ موجهة قامتا بعبور اعتيادي لمضيق تايوان في 31 من ديسمبر بما يتماشى مع القانون الدولي.
وأضافت مرور السفن عبر مضيق تايوان يظهر الالتزام الأمريكي بحرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي. قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن المفاوضات بين الهند والصين لم تحدث أي تقدم، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك نتيجة ذات مغزى. وأشار الوزير الهندي إلى أن المفاوضات تألفت من عدة جولات من المباحثات الدبلوماسية والعسكرية بهدف تهدئة المواجهة الحدودية بين الجاريتين النوويتين. وأوضح وزير الدفاع الهندي أنه إذا ما استمر الوضع الراهن فمن الواضح أن انتشار الجنود على الحدود لن ينخفض. ولفت إلى أن الجانبين ما زالا يتبادلان الرسائل بشأن الوضع على الحدود، وأن هناك جولة أخرى من المفاوضات العسكرية في المستقبل القريب. وقال مسؤولون في نيودلهي الشهر الماضي إن المسؤولين الهنود والصينيين عقدوا عدة اجتماعات لمناقشة سبل تنفيذ انسحاب متعاقب. وفي النبأ الأخير اتفق العراق على صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار مع دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء المرحلة الأولى من ميناء الفاو للسلع الأولية الذي يخطط له في جنوب البلاد. وبموجب العقد الذي وقعه في بغداد ممثلون عن وزارة النقل العراقية والشركة الكورية الجنوبية، ستتولى دايو أعمال التشييد التي تشمل بناء 5 مراسٍ لتفريغ السفن وفناء الحاويات. وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفطروسي لرويترز على هامش مراسم التوقيع، وذلك في مقر وزارة النقل، إن المرحلة الأولى ستسمح للميناء باستقبال 3 ملايين حاوية، وإن جميع أعمال البناء من المقرر انتهاؤها في غضون 4 سنوات تقريبا. وفي الوقت الحالي يتعين على العراق الاعتماد بشكل أساسي على ميناء أم قصر في الجنوب لاستقبال السفن التي تنقل السلع الأولية، وهو الميناء الكائن في مقدمة ممر الخليج المائي الاستراتيجي. وسيكون ميناء الفاو أكثر عمقا، وهو ما يسمح باستقبال أكبر سفن للحاويات. نهاية النشرة، مجددا كل عام وأنتم بألف خير.